تضامن وتكاتف الغرب مع أوكرانيا. كيف وصلت المسألة إلى التجنيد التطوعي لمقاتلين يقاتلون في أوكرانيا. والآن اذهب إلى المقابل، ماذا صنعنا نحن كأمة مسلمة لأهلنا في غزة؟ ماذا صنعنا؟ قليل من الطعام والشراب والدواء والأكفان، والتي تتكدس بالأشهر عند المعابر الحدودية. طبعا حدود لا يمكن أن نتجاوزها، لابد من تنسيقات وترتيبات على أعلى المستويات، وأحيانا ننزلها بالطائرات فتقتل من تقتل وتصيب من تصيب. طيب كيف وصلنا إلى هذا الوضع المزري؟ كيف بدأت القصة؟ كان تقسيم بلداننا الجغرافي في عهد الدولة الإسلامية لأغراض واعتبارات إدارية. كانت الولايات الموجودة، ولاية الحجاز ونجد واليمن، كانت لاعتبارات إدارية، ولم تكن لبناء ولاءات لتلك المناطق. لم تكن هنالك ولاءات وطنية بتراب تلك المنطقة تزاحم الهوية أو الولاء للإسلام وللدين، وإن نشأت فإنها لن ترقى لأن تزاحم تلك الهوية الإسلامية الجامعة. ثم بعدها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ المشرط الأوروبي بالتقسيم وتوزيع تركة الرجل المريض، وبدأوا بتقسيم أرضنا، وأبرز تجليات هذا التقسيم اتفاقية سايكس بيكو، وكان لأهداف استعمارية تضمن لهم السيطرة على مواردنا ومواقعنا الاستراتيجية وطرق التجارة وغيرها. بعدها جاءت حركات التحرر من الاستعمار التي قامت بعمل بطولي مناضل، ولكنها في نفس الوقت بنت مقاومتها على أيديولوجية قومية مستمدة من السياق الأوروبي، وبالتالي ساهمت في ترسيخ هذه الوطنية الوهمية وهذه الحدود التي رسمها المستعمر. ونشأت لنا أعياد الاستقلال والأعياد الوطنية التي بشكل أو بآخر ترسخ هذه الحدود في أذهاننا. ثم جاءت الحكومات ووجدتها فرصة ملائمة، وبثت هذه الحدود وهذه الهوية الوطنية كمدخلات قطعية من خلال أدواتها. التعليم مثلا، يذهب الطفل إلى المدرسة فيتلقى هناك أساسيات تكرس وتغرس في دماغه مسألة الولاء الوطني والعقيدة الوطنية والجنسية المصطنعة والنشيد الوطني، عفوا الأذان الوطني. إذا لم تقف أثناء ترديد هذا الأذان فأنت مرتد عن الوطن والوطنية. وهنا لنا وقفة. لا يعقل أن نشاهد هذه الجرائم التي تحدث لأهلنا في غزة ونتألم لها نحن وأطفالنا، ثم نرسل أطفالنا في اليوم التالي إلى مدارسهم ليرددون بكل فخر واعتزاز ذلك النشيد الوطني. ما هي مشكلتنا معه؟ مشكلتنا أن ذلك النشيد الوطني يتحدث عن الوطن الذي لا يحوي بداخله غزة، ولا تنتمي إليه السودان ولا سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا غيرها من البلدان. انتماء قطري ضيق نردده بأننا ننتمي إليه بكل فخر واعتزاز. انظر مثلا إلى الإعلام وما يمارسه من تعزيز لهذه الهوية، وكما قيل إذا أردت أن تصدق كذبة فعليك بترديدها. انظر مثلا الخدمة العسكرية. هل يقاتل الجندي اليوم دفاعا عن دينه وأمته؟ طبعا لا، هو يقاتل دفاعا عن وطنه وبأمر ذلك القائد، وإذا لم يأمره ذلك القائد لن يقوم بأي شيء، حتى وإن رأى أخاه يقتل أمام عينيه على بعد أمتار لن يفعل شيئا. لكن ماذا لو حاول أخاه أن يجتاز تلك الحدود وذلك الخط الحدودي؟ سيقتله بل قتله. وفي وسط كل هذا البؤس وهذا الواقع المزري، هل نيأس؟ هل نتكاسل؟ هل نستسلم لواقعنا؟ نهضة أمتنا اليوم أمر ممكن، بل بات أقرب من أي وقت مضى.
أخرجوا المستعمر من عقولكم وأذهانكم يخرج من أرضكم. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ النعي بأن هذه حدود مصطنعة وهمية لم يكن لها وجود في غبار التاريخ قبل 100 عام، سنين قليلة لم تكن موجودة. هذا الوعي لا نستهين به، فالمشاريع العظيمة تبدأ بوعي في عقل. ثانيا، أن لا نجعل هذا الوعي حبيس أفكارنا وعقولنا، أن ننشره في من حولنا، أن نخلق حالة وعي في هذه الأمة، حتى إذا ما جاءت فرصة مواتية في قادم الأيام تكون على استعداد وجهوزية. ابنك خذ كتاب الجغرافيا، قل شو هذه خريطة، هذه ليست حقيقية، هذا أخوك في ذلك البلد. نحن ليس انتماؤنا القطري هو الهوية الرئيسية الجامعة. دعه ينظر من نافذة الطائرة واسأله أين تلك الحدود، هل تراها؟ ثالثا، مركز هويتك الإسلامية، لا تخجل منها، لا تتوارى خلفها، خلف أي هوية أخرى، ولا تجعلها تزاحم وتزيح هويتك. لا تجعل الهوية القطرية تزاحم هويتك الإسلامية. وأعجبني أستاذنا في أمس كنا في لقاء تعارفي، عندما عرف بنفسه قال: أنا أنتمي إلى كل بلدان العالم الإسلامي. قالها بكل بساطة. هذا هو الوعي الذي نريده. قد يكون صعبا، لكن مع مرور الأيام سنألفه، على الأقل جيلنا القادم سيألفه ويقوله بكل حرية. رابعا، تواصل مع إخوانك في جميع أقطار العالم، نظم فعاليات كهذا المؤتمر الذي نعيش فيه اليوم، تبادل الأفكار معهم، قابلهم. هذه الفعاليات تزيل الحواجز وتذيب كل هذه الحدود التي بيننا. ولتكن لغة التواصل الرسمية ليست لغة الغريب، هذه ملحوظة. صحيح أتفهم أن في هذا المؤتمر ضيوف فريق عمل قد لا يتحدثون العربية، لكن لتكن في تلك المساحة. اختراق الحواجز المفروضة علينا اليوم هو أمر ممكن، وتغيير واقعنا بات أقرب إلينا من تقبله إذا ما وجدت النية لذلك والإرادة لذلك، وإذا ما جهزنا أنفسنا وأعددنا العدة. وتذكروا أن الموت على طريق السعي هو تحقيق لغاية ذلك السعي، بل وصول إلى الهدف. يقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.